دلوقتي هنقابل محمد الشربيني، مؤسس فرع جديد لتكنولوجيا المناخ في محافظة الفيوم. الفيوم وجد عنها. أستاذ محمد الشربيني، حضرتك المؤسس لفرع جديد لتكنولوجيا المناخ في قلب الفيوم. العاصمة نفسها الفيوم؟ العاصمة نفسها الفيوم. هل في كان أي شروط صعبة في الحصول على حق امتياز العلامة التجارية جديد لتكنولوجيا المناخ؟ مفيش شروط صعبة، بس الشرط الأساسي إن أنا أبقى فاهم والتيم بتاعي يبقى فاهم هو بيتعامل في إيه، ويقدر يوصل فكرة الجهاز للعميل، زائد إن هو يقدر يتعامل مع الجهاز ومع كل نوع عربية باختلاف أنواع العربيات. الناس في الصعيد استقبلت الجرين تيربو إزاي؟ في محافظة الفيوم على سبيل المثال. استقبلته في الأول ما كانوش فاهمين ايه الجرين تيربو. احنا فهمناهم ده بيحسن اداء العربيه، بيوفر بنزين، بيزود التسارع. عملنا لهم دورات تنظيف كربوني فور فري ودعايه عليه، وفعلا الناس اللي كان بيعمل تنظيف كربوني كان بيجي لنا تاني بيركب الجهاز، لانه بيحس باداء وفرق في تسارع وعزم العربيه. هل في اي مشكله ممكن يواجهها اللي بيركب الجهاز في عربيته لو راح يرخص، لو وقف في حمله مروريه في الشارع ممكن يواجه اي مشكله؟ لا، مستحيل. انا لسه مرخص العربيه من شهرين ورفعت بصمه والعربيه اتفحصت، مفيش اي مشاكل. وحتى الضابط بيقول لي ايه كده، بقول له ده جهاز كذا جرين تيربو بيوفر بنزين، المفروض يسقف لك. واتبسط يعني. قعد شرحت له الجهاز حضرتك مركبه في عربيتك؟ مركبه في عربيتي.